اهلا ومرحبا بكم اخواني اخواتي في الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا البانكيك بدقيق القمح ودقيق النبق ان شاء الله يا ربي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. خليوا لي الاعجاب ديالكم وخليوا لي التعليق ديالكم الزوين لهلا يخطيكم. بارك الله فيكم والله يخليكم معز عليكم. وندوزو ان شاء الله للمقادير. انا هنايا كنضيف ضفت راس معلقه ديال الملحه. انا دائما كندير راس معلقه ديال الملحه في الحلويات كاملين باش كيعطي واحد لوغو زوين كيطلق البنه ديالو هذيك الوصفه. كذلك 2 بيضات. انا هنايا كانوا عندي بحراره المطبخ وخا يكونوا باردين ماشي مشكل. غادي نضيف السكر سنيده او سكر حبيبات 7 حتى 8 د المعالق متوسطين ديال الكسكسو، ماشي الكبار لان المعالق كاين الكبار كاين المتوسطين. غنضيف 8. اللي بغى ينقص شويه الحلاوه يدير غير 7. كذلك عندي السكر بنكهه زهره البرتقال. اللي بغى النكهه ديال الفاني يضيفها حتى هي كتجي زوينه، ولكن زهره البرتقال كتواتى بزاف مع الدقيق ديال النبك. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتردوا عليا في التعليقات ان شاء الله يا ربي. الله يجازيكم بخير ويحفظ لكم وليداتكم. انا غادي نطرب هذا البيض كيف ما كتلاحظوا بالخلاط اليدوي، ما غنديرش الكهربائي. يعني ما خصوش يتخلط بزاف، يعني تا بياض الخليط كيتخلط ينسجم. كنشوفوا ديك السكر سنيده راه داب صافي. غنضيفوا باقي المكونات ان شاء الله يا ربي. انا هنا كيف ما كتشوفوا انا خفقت البيض. غادي نضيف كاس ديال زيت المائده، كاس عنبه ما عامرش يعني ناقص واحد الصبع، كاس ما عامرش ناقص صبيع. غادي نمزجو كذلك مع نمزجو مع الخليط مع البيض والسكر. ما زعما ماشي ضروري نخلطوه بزاف غير شي شويه. غادي نضيف كذلك 2 كيسان ديال العنبه ديال الحليب من الاحسن يكون في حراره المطبخ، ما نديروش بارد باش غيطلع لينا هاد البانكيك يطلع لينا زوين ويجينا مفشفش وخفيف ومهوي. انا غادي نضيف هاد 2 كيسان وغادي نعاود نخلطهم مزيان حتى ينسجم كذلك الخليط كامل. عاد نزيد عاوتاني المكونات اللي مازالين. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الدقيق النبك يكون مغربل لان كيكون فيه ديك القشيره ديالو ديك العظومه العظم لانه كيتطحن بالعظم ديالو وكل شيء. غنحاولوا نغربلوه بداك الغربال الرقيق. غادي نضيفوا الخليط ديالي. غادي هنايا عندي 2 باكيات ديال الخمارات ديال الحلوى، 2 اكياس من فئه 7 غرام. عندي كذلك دقيق القمح الكامل. انا هنا غربلته راه باقي فيه ديك النخاله الرقيقه راه مازال فيه دقيق القمح الكامل. غادي نضيف كميه كبيره من دقيق القمح ونزيد شويه من الدقيق الابيض يعني الفرص باش الخليط لان الدقيق ديال القمح راه كيجي شويه الخليط ماشي متماسك. داكشي علاش غنزيد شويه ديال الفرص وعاد غنزيد دقيق القمح الكامل باش يجينا الخليط متماسك مزيان ونستافدوا من هذا البانكيك. ماشي يعني ناخذ غير الحاجه اللي غادي تضرنا. انا هنا ضفت فيه هذا النبق والدقيق القمح الكامل. اللي عنده دقيق الخروب حتى هو يزيدوا في هذا الخليط باش ناكلوا شي حاجه اللي هي مزيانه للصحه ديالنا. كيف ما هنا كنوريكم بان الفرق ما بين دقيق القمح الكامل والفرص الدقيق الابيض يعني كاين فرق كبير لان دايره بالنخاله ديالو. داكشي علاش غادي نستافدوا من هاد البانكيك.
بعد ما مزجت الخليط ديالي وحصلت لهذا الخليط هدايا قريب بزاف للكيك، يعني نجربوه بهذه الطريقه هذه. نشوفوا نشكلوا الخليط على شكل 8. الى الخليط كينزل بالزربه، كيندمج مع الخليط، يعني باقي خصو الطحين. الا كان كيحتاج واحد شويه ديال الوقت عاد كينسجم، صافي بركه عليه من الدقيق. انا كندير عيني ميزاني، ما عنديش مع العبارات، كندير عيني ميزاني قليل فاش كندير العبارات. هنا كنجيب المقيلات اللي ما كيكونوش كيلصقوا وغنديرهم على البوطه باش يسخنوا. والعافيه دائما تكون مهيله باش، لان فيها الخليط فيه السكر، دغيا غيتحرق لينا، ما غيطيبش لينا من الوسط وغيجينا معجن. كيف ما كتلاحظوا العافيه عندي مهيله. الا كان عندكم مقله كتلصق، غادي ندهنوها شويه بالزيت، نديرو واحد طريف ديال الثوم نديروه في الزيت او الشيته او اي حاجه، ندهنوا المقله ديالنا بالزويته، وعاد نديرو عليها عاد نديرو فيها الخليط ديالنا، العجينه ديالنا. اللي بغى يديرها كبالمغرفه يديرها، اللي بغى يديرها في شي قرعه ويبدا كيخرجها بحال هذاك، بحال بوش، حتى هي مزيانه. انا ما متوفرش عندي داكشي، انا كنخدم داكشي عادي وبسيط جدا. انا ما عنديش بزاف مع الزواق، ما نكذبوش على الله، ما عنديش بزاف مع الزواق. انا عندي داكشي بسيط جدا، والله يخلينا دي الله يحشرنا مع البسطاء، هادشي اللي كيقولوا. شو تبارك الله، ملي كنهزو الطريف كنلقاوه بدا كيتحمر، كنقلبوها. هذه كانت مازال ما حمارتش، تنتحصلوا على هاد اللون الذهبي الجميل تبارك الله، كيف كيبانوا مفشفشين ومهويين من الداخل، ونحصلوا على هاد التحميره الزوينه بزاف. دائما العافيه مهيله، عافيه مهيله كطيب الحاجه على الخاطر. ما تنسونيش من الاعجاب بالفيديو، وخلوا لي شي تعليق زوين بحالكم اللي يخطيكم. بارك الله فيكم، وشكرا لكم بزاف بزاف على كل شيء. وكنشكر جميع المتابعين ديالي داخل الارض الوطن وخارج الارض الوطن، كنقول لكم شكرا جزيل الشكر. هذا هو البانكيك ديالنا، كيجي تبارك الله من الداخل، كيطيب على خاطرو، كيجي مفشفش ومهوي ما شاء الله. شكرا لكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.